انت عمرك دخلت مطعم عشان تاكل كشري وطلعت منه بجريمة؟ اه والله، اللي هحكيه لكم دلوقتي مش تمثيل ولا فيلم، دي قصة حقيقية وانا كنت البطل التعيس بتاعها. اسمع بس للنهاية وهتعذرني لو قلتلك ان الكشري ده كان نهايتي. اللي حصل بقى يا جماعة ان كنت راجع من الشغل ومش شايف قدامي من الجوع، معدي من جنب محل كشري معروف اللي ريحته بتشدك من اول الشارع. قلت خلاص ده العشاء النهاردة. دخلت المحل وطلبت طبق كشري وسط، بس زودت حاجات كده، شطة، دقة، صوص. كنت بعمل خلطة نووية وانا مش واخد بالي. ايه مهم، قاعد مستني طلبي وفجأة لقيت واحد غريب داخل، لابس نضارة سودا وسماعات وشكله كأنه خارج من فيلم مش من الشارع. قعد جنبي وقال لي الويتر: هاتلي كشري من غير رز، من غير مكرونة، من غير عدس، من غير بصل. الواد الويتر بصله كده وقال له: طب ما تاخد كوباية مية وتتوكل على الله. ما علينا. طلبي جه وانا بدأت اكل. اول لقمة كانت عالمية، تاني لقمة بطني قالت لي: استعد يا كابتن جالك اعصار. حسيت اني محتاج حمام حالا، بس طبعا الحمام في المحل مقفول، كاتب عليه ورقة كده: تحت الصيانة ادعيلنا. خرجت اجري ادور على اي مكان، دخلت مول جنب المطعم، الامن وقفني قال لي: ممنوع الاكل هنا. قلت له: يا عم انا مش داخل اكل، انا داخل اودع الاكل. بعد لف ودوران وصلت البيت بالعافية، وحلفت بعديها اني مش هاكل كشري من بره تاني. بس وانا بجهز السكريبت ده كنت طالب واحد كشري على الدليفري. الانسان ضعيف يا جدعان. لو حصل لك موقف شبه ده او عندك قصة تكسف حصلت بسبب الاكل، اكتب لي في الكومنتات وانا ممكن احكيها في فيديو جاي. بس ما تزعلش لو زودت عليها شوية توابل، اسمع. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان نفتح محل كشري بتاعنا احنا.